واهم حاجة ما تنسوش الشهقة بتاعت الملوخية، بس انا مش هشهق. السلام عليكم واهلا بيكم في بيت ام جنى. الارانب من اللحوم الخفيفة والمفيدة جدا اكتر من اللحم والبط والفراخ، وده علشان ما فيهاش دهون كتير، حاجة كده خفيفة على المعدة وخفيفة على القلب. هنطبخ مع بعض الارانب بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبك. وطبعا مش محتاجة اقول لكم اني هعمل ملوخية بالارانب، علشان طالما في ارانب يبقى في ملوخية، ومش هنحرم نفسنا من طبق لسان عصفور بشوربة الارانب والخضار. بس قبل اي حاجة اشتركوا في القناة وما تنسوش تفرحوني باللايك، وهستنى رأيكم في التعليقات. بسرعة كده هنشوف مكونات اكلتنا ايه. ارنب متقطع على حسب رغبتك، وفلفل اسود وملح، ورق لورا، مكعب مرقة، فصين من توم مهروسين، طماطمايه كبيرة مقطعاها قطع صغيرة، بصلايه كبيرة متقطعة. وهنحضر معانا زيت وسمنة ومية سخنة. هنجيب حلة عشان نسلق فيها الارانب، بس قبل ما اسلقه هديله تشويحة بالسمنة والزيت. وهنزل بمعلقة سمنة كبيرة ومعلقتين زيت كبار. هولع على السمنة والزيت عشان الحلة تسخن. تشويحة الارانب قبل ما اسلقها تديها طعم جميل. اهم حاجة نسخن الحلة كويس علشان اول ما انزل بالارانب ما تلصقش في الحلة. وكده سخنت الحلة هننزل بالارانب. كده حطينا كل كمية الارانب، تشويحة كده بسيطة حوالي دقيقتين كده 3 لحد كده ما تاخد لون. انا مش عايزة احمرهم، بس عايزاهم ياخدوا كده لون خفيف كده. بعد كده هنزل ببقية المكونات. ابتدت تاخد الارانب كده لون حلو. هنزل بالبصل وهقلبهم مع بعض. بعد كده هنزل بورق اللورا. بعد كده هنزل بمعلقة الملح وفلفل الاسود واقلبهم كده مع بعض. وهنشوحهم كده مع الارانب بالشكل ده علشان تدي الارنب طعم حلو. وهننزل بالفصين التوم مهروسين، هنقلبهم كده مع بعض. ريحة التوم بالبصل ريحتهم جميلة جدا. هننزل بالطماطم وهنقلب كده كويس. بصراحة ريحة جميلة جدا. وهنفضل نقلب لحد ما المكونات بتاعتنا تتثبت مع الارانب، وده بيدي طعم للارنب جميل جدا. بعد ما نقلبهم كده كويس هننزل بالمية السخنة، وما تكونش مية باردة علشان ما توقفش سوى الارانب. انا هزود المية شوية علشان انا عايزة شوربة كتير للملوخية ولسان عصفور. هنزل بمكعب المرقة، نقلبهم كده كويس. وعلى فكرة الارنب ما بيطلعش ريمة ولا رغوة على وش الشوربة زي اللحوم التانية. اللحمة هي اكتر حاجة بتطلع ريم او رغوة. وهقفل على الارانب واسيبها تستوي. الارانب ما بتاخدش سوا كتير، حوالي كده ساعة او ساعة الا ربع. وهنقلب الشوربة كده وهندوق الشوربة. لو كانت محتاجة ملح نحط لها. وكده خلاص الارانب استوت معانا. يلا بقى نعمل الملوخية. جهزت حلة كده صغيرة للملوخية، معلقة سمن، معلقة توم كده كبيرة هننزل بنصها، نخلي نصها عشان خاطر الطشة. هقلب كده لغاية ما التوم ياخد لون. اول ما يبدأ كده ياخد لون هنزل بمعلقتين صلصة طماطم. هنقلبهم كده دقيقة واحدة وننزل بالشوربة. هنزل كده بالشوربة على حسب الكمية اللي انا عايزاها. كده تمام. اول ما بتبدأ كده تغلي هنزل بالملوخية وهنقلب كده. اول ما تبتدي تاخد كده غلوة نطفي عليها علشان الملوخية بتاعتي متسودش.
حطيت معلقة سمنة صغيرة ونزلت ببقية كمية التوم، هحمرهم كده مع بعض لغاية بس التوم كده ياخد لون ذهبي، وهنزل بيه على الملوخية. واهم حاجة ما تنسوش الشهقة بتاعة الملوخية، بس انا مش هشهق، اشهقوا انتوا وبقولوا لي رأيكم في التعليقات. الله على ريحة الملوخية، تسلم ايديا، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. هنقلب كده، ولو لقينا الملوخية بتاعتنا تخينة هنزود شوربة، لو لقيناها كويسة يبقى خلاص كده مظبوط الملوخية بتاعتنا. هنحمر الأرانب بتاعتنا بعد ما استوت. حطينا معلقتين من السمنة وهنزل بالأرانب بتاعتي. هستنى رأيكم في التعليقات على الأكلة دي. بعد ما حمرنا كده بالشكل دي الأرانب هنحطهم في طبق التقديم، وبكده يبقى خلصنا أكلتنا. طبعا أكيد هتسألوني هتضحك علينا يا أم جانا فين طريقة لسان العصفور. علشان الحلقة ما تبقاش طويلة عليكم هنزل لكم طريقة لسان العصفور بالخضار في حلقة اللي جاية. بالهنا والشفا على قلبكم، وهستنى رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم.